كما قالها واحد الصحفي قال يدي منها 1 مليون ولا 2 مليون وعلى دراهم باباك هذو دراهم الجزائر، هذو رايحين للشباب ورايحين للفيدراسيون ورايحين للتطوير والتكوين. هذا معناتها قلت له انا بصريح العباره معناتها انا مدير عام تاع شركه سوناتراك ندخل في عام 60 مليار دولار، واش فيها كي ندي مليار واش فيها من 60 ندي هذا هبال، هذا غير معقول وغير منطقي. والانسان يهز الورقه ويستيل ويقول واش دخل واش دخل. يمكن نهضروا هكذاك عاود على كل حال. لا جمال بالماضي ما دخلش 10 مليون في لا كوب افريكان، واش فيها كي تعطي له 7 ملايين ونص اورو تاعو ما فيها والو. ولكن احنا اليوم احنا ما نوليوش ما نقصاوش على بيتكوفيتش، ونقصيو بالامس على بالماضي الذي سمح في امواله. انا نقول لك واحد الحاجه، انا اللي راهي غايض الناس، تادير ما لقاوش الناس، ما لقاوش لي زارغيمون، ما لقاوش كيفاش يدافعوا على بيتكوفيتش وكيفاش يدافعوا على استمراريته وكيف هكذاك امام الشعب. فيه من تجرأ وخرج وقال من انتم حتى تحاكموا مدرب او تحاكموا فيدراليه؟ من انتم؟ هذا كلام خطير وخطير جدا. يجي واحد اكثر، يعني اللي كنا نحترموهم بكل صراحه، نحترموهم احترام، يجي ويقول احمدوا ربي رحتوا للمونديال، وكانه المونديال هذا ما رحنالوش 4 مرات من قبل. كوروسا وهايتي راحت، بارك الله فيك، 48 اليوم الجزائريين لحظه 10 منتخبات افريقيه تاهلت. اعتقد ان هذا امر طبيعي جدا. الجزائر غير طبيعي ما نروحوش نعم وما نروحوش لاكوب دا. انا نقول برك يعني باش نكونوا موضوعيين، احنا ناس اليوم رانا ندخلوا على بيوت الناس ونخاطبوا عقول الناس ونخاطبوا فاميلات وامورات، نكونوا ناس عاقلين. قال انايا كصحفي انا راه كاين غضب شعبي، انت تعرف العمل الصحفي بار ديونتولوجي بار ريسبي ا مون ميتي. انا اولا وقبل كل شيء نحاول نفهم لماذا هذا الغضب الشعبي. قال لي علاش كونترسيو قال ما تتهموش باللي باع الماتش. لا، الشعب الجزائري كان قبل كان يقول باللي هذا المدرب راه يعبث بالفريق، لانه عامين ونص ما لقاش التوليفه وراه يعبث بالفريق. فاذا به اليوم الشعب الجزائري كما غضبش، ظهرت باللي ما تجيش تحجج لي انايا بالاهداف، باللي راهو راح للكان وفات الدوزيام 20 مليون اورو من هنا ودار هذا الامر الجزائريين لم يرضوا به. لا، لم يرضوا به. نعم. ليس فقط من حيث الاداء، لانه كان بامكاننا بالفرقه اللي نسعوها بالمهارات اللي موجوده في الفريق لو كانت توظيفهم على حسن ما كنا نروحوا بعيد في هذه القرعه. هذا هو السؤال. علاه درنا روحنا في هذه القرعه؟ كنا قادرين نستناو نلعبوا كاس العالم ومن بعد بيناتنا نقيموا الفريق. علاه تقلقنا وداروا لا بريسيون على رئيس الفاف. هاد الناس داروا لا بريسيون على رئيس الفاف. تؤكد ان هذه الاخبار غير صحيحه. مصطفى ما كاين حتى موقع تكلم على هاد لابولون توريك بيتكوفيتش ب 300,000 يورو. يا جماعه يا رشيد مورينو ما يديهمش. شكون وراه هذو الاشاعات؟ صحفي صحفي قال نعطيكم معلومه رسميه ونسمو ما راناش احنا سمعنا خبر رسمي. نعطيكم يا جماعه خبر رسمي على اساس انه ايفيكتيفمون باللي بيتكوفيتش اعطاته بولونيا 300,000 يورو. هذه سابودير كو كانت كاينه الانفورماسيون. مي اسكو جزائري اليوم تقدر تقنع جزائري انه بيتكوفيتش اللي راهم هذوك عرفوه يخلي 300,000 يورو في بولونيا ويجيك انت بور 160,000 يورو؟ تقنعوا باللي يسمح في 140,000 يورو باش يدرب لك على جال المشروع الرياضي. هذه على بالك باسكو انا حاجه فريده برك. لا، كاين المثل الروسي يقول لك بليس لو مونسونجي غرو بليس لا لي شونس دو باسي. مي هذا ماهوش اللي غرو، اللي انسلتون هذا راك تنسلتي في عقول الناس. اليوم بعد قريب 25 يوم يتضح بان هذا الخبر كاذب. لا اظن ان بيتكوفيتش كما قال لك جمال يخلي كل هذه الاموال ويستقيل. لا اظن ذلك. انا هو ما هو عنده تقاليد باش يمشي بزاف للطاس والفيفا وباش يدي امواله.
والامثله كثيره مع الفرق اللي دربها لازيو في بوردو، السنويات لازيو القادمة. بوردو دونك نفس الاسلوب رايح يطبقوا مع الفريق الجزائري. طيب، واش نتوقعوا الأسبوع المقبل مصطفى ما إن با ديتا مع الجيري، سي با ان الجيريان. انا شفناه في مباراه سويسرا كيفاش مع لافان كان بارد، كيفاش ما تاثرش باقصاء الفريق الوطني. ما تستناش منه اليوم باش يكون عنده لي سيطادا مع الجزائر. الاسبوع المقبل نهايه الاجازه العطله تاعو